طلبت السلطات الإسبانية من الناس عدم استخدام سياراتهم في ظل القلق الحاصل والاضطرابات الحاصلة من جراء انقطاع الكهرباء. الإعلام الأوروبي بيشكر المملكة المغربية بعد التدخل السريع وإرسال طائرات المساعدات بالأخص لإسبانيا اللي بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من أكبر انقطاع تيار كهربائي في تاريخهم من ساعة ما تم إنشائهم. تخيل معايا عزيزي المشاهد، المستشفيات وقفت، القطارات والأتوبيسات والسيارات كلها تعطلت، مش عارفين، الناس محبوسة داخل القطارات، ظلام دامس، وكأننا رجعنا للعصور الوسطى، كأننا رجعنا لزمن مفيش نور نهائيا. وده كمان احنا بنتكلم في حضارات كبيرة، حضارة زي إسبانيا، فرنسا، عندك زي البرتغال، من الحضارات القديمة، ولكن في لحظة اختفوا. فكتبت الصحافة الإسبانية برسائل عاجلة بتقول فيها ان المترو وقف والمطارات قفلت والانترنت وقع وشبكات الموبايل اختفت، حتى البرلمان الإسباني نفسه انقطع عنه الكهرباء. الناس في الشوارع مش لاقيين طريقة يتواصلوا بيها ولا حتى يسحبوا الفلوس الأموال علشان يعدوا ويقدروا يوصلوا. اللي حصل عزيزي المشاهد، وده الكلام المنتشر عن تسريبات بتقول ان اللي حصل ممكن يكون نتيجة هجوم إلكتروني ضخم الأكبر في العالم، يمكن وأسقط أنظمة دول كاملة زي إسبانيا والبرتغال ومدن كتير من فرنسا. ووزير برتغالي لمح وأكد أن سبب المشكلة ممكن يكون جاي من خارج الحدود، من خارج حدود دولة البرتغال. كلام خطير جدا جدا بيخرج منهم حاليا. الحقيقة يعني كلهم متضايقين ومتفاجئين ان ازاي دول بحضارات كبيرة وعريقة تقع هذه الوقعة والنكسة اللي خسرتهم ملايين بل مليارات الدولارات. فكتب الإعلامي الإسباني وهو بيوجه الشكر والتقدير للمملكة المغربية والملك المغرب بعد إرسال المساعدات العاجلة، بالأخص إن زي ما قلت لك إن حتى البرلمان الإسباني انقطع عنه الكهرباء، يعني كبير وصغير كله اتعرض للصدمة والمفاجأة في بلد. والصحافة الإسبانية بتعيد وبتنشر نداءات عاجلة واستغاثات كبيرة جدا جدا لكل الدول المجاورة ان هي ترسل وتنقذهم بأي مساعدات، لان احنا بنعيش في ظلام دامس في وسط الأزمة اللي هم متواجدين فيها حاليا. فتعالى عزيزي المشاهد نتفرج زي ما انت شايف امامك في الصورة ديت بعض الصور المنتشرة جدا جدا بعد انقطاع الكهرباء. بقت حتى في أزمة مرورية اللي طبعا برضو بتعمل بالكهرباء، لقينا ناس كتير محبوسة داخل قطاراتها مش عارفين يروحوا ولا يجوا ولا القطار عارف يتحرك معاهم برضو بسبب الأزمة. دلوقتي كلهم بيستعمل كشافات الهاتف علشان يقدروا يطلعوا أو يشوفوا النور، رغم ان هم لسه حتى في وقت النهار. اما بقى لما يجي عليهم الظلام وبالليل هيعملوا ايه؟ أزمة كبيرة بكل تأكيد. أوروبا بتعيش كارثة حقيقية، أكبر انقطاع تيار كهربائي شامل بيحصل في تاريخ إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا كمان. تخيل معايا عزيزي المشاهد، ملايين من السكان والناس عايشين في ظلام دامس في الوقت الحالي، واستنجاد من فرنسا وإسبانيا والبرتغال من المملكة المغربية لإرسال لهم المساعدات العاجلة من الكهرباء بسبب الحالة المزرية اللي وصلت لها في الوقت الحالي الدول الأوروبية. في بعض الكلام عن هجوم سيبراني مخترق للكهرباء في الدول الأوروبية، واستغربوا اكتر ان ازاي وبرغم قرب المسافة ما بين المغرب واسبانيا والبرتغال، علشان كده هم بيطلبوا من المغرب على وجه التحديد بسبب الموقع الجغرافي القريب جدا جدا من اسبانيا والبرتغال وفرنسا والمغرب، وهينظموا كاس العالم مع بعض، فبيستنجدوا بالمملكة المغربية بإرسال المساعدات الفورية لإنقاذ الملايين والملايين من السكان. تخيل معي عزيزي المشاهد تقارير كشفت المشكلة في الشبكة الكهربائية الأوروبية أدى انقطاع الكهرباء لتوقف العمل في مطار باراخاس الدولي بالعاصمة مدريد. شوف القوة. وتأثرت شبكات الاتصالات حيث اشتكى سكان البلدين من فقدان خدمة شبكات الهواتف المحمولة.
وكمان ذكرت صحيفة البرتغال ان العديد من الركاب علقوا واحتجزوا داخل محطات المترو في عاصمتي البلدين، حيث توقفت القطارات في الأنفاق بين المحطات وهم محبوسين. وامتد تأثير الانقطاع للمستشفيات بما فيها مستشفى لاباز في مدريد، وعشان كده هم محتاجين مساعدات كبيرة وقوية جدا جدا من أي حد جنبهم وحواليهم ومن العالم كله. وطبعا أمريكا قالت إن هم عايزين بس تقارير إيه سبب الانقطاع، فعلا هجوم مخترق سيبراني ولا في مشكلة ولا في حد حب ان هو يعمل موقف صعب جدا جدا مع الدول الأوروبية. والغريب بقى عزيزي المشاهد، رغم قوة الثلاث دول اسبانيا البرتغال وفرنسا، لحد دلوقتي ولا دولة فيهم عارفة ايه السبب الرئيسي والمشكلة اللي تسببت في هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي والمفاجئ. تخيل معايا، رغم قوتهم والمخابرات والحركات والتركات، لحد دلوقتي ولا دولة منهم عرفت تطلع وتعرف ايه السبب الرئيسي. كله بيبحث، كله بيدور، كله مش عارف في ايه، ليه الناس محبوسة، ليه الدنيا ضلمت مرة واحدة في وشنا كده ومش عارفين نلاقي اي حاجة. خسائر بالملايين بل بالمليارات بكل تأكيد. تخيل لما كل العمل يقف، المستشفيات تقف، الأتوبيسات، القطارات، كل حاجة الحال وقف، لأن كله شغال حاليا بالكهرباء. هم بيستنجدوا بالمملكة المغربية وبكل الدول المجاورة الصديقة زي ما بيقولوا، عايزين مساعدات عاجلة تنقذنا وتطلعنا من الأزمة اللي احنا فيها لحد ما نعرف ايه هو السبب والمشكلة. الغريب ان حتى فرنسا تأثرت بالموقف، بالأخص في جنوب فرنسا تأثروا جدا جدا، وكأنهم مع الدول اسبانيا والبرتغال انقطع التيار، حصلت بيقولوا بعض الحوادث، مشاكل كبير جدا جدا. علشان كده بيحاولوا ان هم يعرفوا السبب ويستنجدوا بأي حد، تعال الحقونا. بكل تأكيد عزيزي المشاهد، ولحد دلوقتي ما نعرفش لسه الموقف الرسمي من المملكة المغربية لإرسال المساعدات. هل هيوافقوا كالعادة ولا ممكن المرة دي يرفضوا ويقولوا أسفين معناش؟ بالأخص ان حتى دونالد ترامب رئيس امريكا شخصيا هو متابع حصري لكل الاحداث وعايز يفهم ايه اللي حصل، مين اللي اتدخل، مين السبب، ازاي يحصل لدول كبرى وعظمى في العالم زي اسبانيا زي فرنسا زي البرتغال هذا الموقف المحرج، ويتشهروا امام العالم انهم ممكن بموقف بسيط النور يقطع وتلاقي الدنيا بقت ظلام دامس. تصريح تاريخي وغير متوقع من خير الدين مضوي مدرب الشباب قسطنطينة الجزائري عن نهضة بركان، وبيعترف بقوة الفريق المغربي وان خسارتهم في مباراة الذهاب كانت خسارة كارثية أمحت على كل أملهم حتى في مباراة الإياب وأمام جمهور غفير حضر في المباراة، وكانوا على أمل كبير إن هذه البطولة لن تخرج من أيدي الجزائر. بالأخص إن هم كان في فريقين من الجزائر في البطولة دي، اتحاد العاصمة الجزائري وشباب قسطنطينة، ومن حظهم ان الفريقين تقابلوا واقصوا بعض وواحد بس اللي طلع. اللي حصل ان تصريح مدرب النادي الرياضي القسطنطيني خير الدين مضوي قال لك قدمنا مباراة كبيرة، ولكن للأسف نتيجة الذهاب زادت من حسرتنا. فوز معنوي مهم لبقية المشوار ويعطينا دفعة للأمام، ولكن الخسارة في الذهاب كانت ثقيلة، وحاولنا أن نتقدم بأكثر من هدف في مباراة الإياب أمام جماهيرنا، ولكن قوة دفاع الفريق المغربي كانت تسبقنا بمراحل. ضيعنا العديد من الفرص، ولكن الشكر الكبير للاعبين على الأداء البطولي أمام فريق كبير زي نهضة بركان. دور الأنصار كان قوي وداعم، وغادرنا المنافسة، رفعنا التحدي ولكن لم نتمكن من بلوغ النهائي. تجربة مفيدة للجميع، ويجب علينا الخروج سريعا من المنافسة القارية ونهنئ الفريق المغربي على هذا الأداء البطولي. النجاعة خانتنا، لو نجحنا في استغلال الفرص لكانت الأمور مختلفة ولسجلنا 4 أهداف في مرمى الفريق المغربي، ولكن كل الفرص ضاعت في المباراة.
تنتظرنا رزنامة صعبة، خصوصا مع استدعاء 5 من عناصرنا للمنتخب المحلي، مما يعني تأجيل مباراتين قادمتين لفريق شباب قسنطينة الجزائري. الحقيقة خير الدين مضوي خرج بتصريحات زي ما انت شفت كتير جدا جدا، لان هم كانوا واثقين ان شباب قسنطينة مش هيعمل ريمونتادا عادية، لا دي ريمونتادا تاريخية إعجازية على فريق كبير ومحنك وفريق ثقيل في البطولات الإفريقية. طبعا بتكلم عن فريق نهضة بركان المغربي اللي في مباراة الذهاب أبدع وأمتع وسجل 4 أهداف ورفع الراية المغربية عاليا بكل تأكيد. المدير الفني التونسي معين الشعباني كان ليه برضو بعض التصريحات، ولكن الحقيقة عجبني جدا جدا معين الشعباني، برغم ان هو راح يلعب المباراة دفاعية ولكن لعبها باسلوب جيد. كانوا طبعا زي ما قلت لك واصل له ان في امال بريمونتادا تاريخية من قلب الجزائر، علشان كده قفلها بالضبة والمفتاح، قفلها وممنوع العبور لاي لاعب جزائري داخل المنطقة الجزائية لفريق نهضة بركان. طبعا عزيزي المشاهد معين الشعباني كان يقدر ان هو يكسب، وكان يقدر بنتيجة كمان كبيرة، بالاخص ان احنا شفنا الاداء الحقيقي لفريق شباب قسنطينة في مباراة الذهاب، خسروا برباعية ولكن كان في دعم جماهيري رهيب. انت شفت عدد الجماهير، كانوا اكتر من 50,000 متفرج ومناصر لفريق شباب قسنطينة الجزائري. علشان كده اكيد اللعب هناك مش سهل، واكيد هناك كان اللاعبين بيحاولوا ياخدوا ضربات جزاء باي شكل ممكن. لعيبة شباب قسنطينة كانت كل لمسة وهمسة وغمزة بيحاولوا يقعوا داخل منطقة الجزاء علشان الحكم السوداني يحسب لهم ركلة جزاء، ولكن قرارات الحكم كانت حكيمة إلى حد ما، برغم ان هو كان يعني متأثر هو الآخر الحكم من الجماهير، وكان بيحسب فاولات كتير ضد الفريق المغربي، ولكن في النهاية خرجت المباراة لبر الأمان بعد ما سجل فريق شباب قسنطينة الجزائري هدف في بداية الشوط الثاني، بالأخص في الدقيقة 47. كان متوقع ان 47 الهدف الأول، 57 الهدف الثاني، 67 الهدف الثالث، 77 الهدف الرابع، و87 الهدف الخامس، وتأهل فريق شباب قسنطينة للنهائي. ولكن القصة دي ما حصلتش. شفنا الحماسة كانت كبيرة بعد ما سجلوا الهدف الأول، ولكن الحقيقة يعني بنحيي الفريق المغربي، بقول لك دي اسمها خبرات إفريقية طويلة وليست خبرات صغيرة. يعني الفريق المغربي نهضة بركان هو فريق مشارك وفريق دائم في الكونفدرالية، عارف كل مخبأ فيها وعارف كل حاجة ازاي تلعبها، وعنده كده تحس استراتيجية داخل أرض الملعب، بيقدر يتحكم في رتم المباراة. صدمة وانهيار في الصحافة والإعلام الجزائري بالكامل بعد عدم قدرة الفوز وتحقيق التأهل على فريق نهضة بركان أمام جمهور كبير جدا جدا اتجمعوا من جمهور شباب قسنطينة الجزائري، وكان في نيتهم نية كبيرة ان هم هينتصروا على فريق نهضة بركان بأكثر من 4 أهداف علشان يتأهلوا لنهائي الكونفدرالية الإفريقية. وده كان وعد واخدينه من اللعيبة، وكمان هم قالوا سيبوا لنا انتوا يا اتحاد العاصمة، احنا هنواجه الفريق المغربي وهنوريكم ازاي تلعبوهم داخل أرض الملعب. ولكن اللي حصل ان فريق نهضة بركان لعب جيم دفاعي على أعلى مستوى. فريق شباب قسنطينة الجزائري كان بدوافع جمهوره ما استطاعش ان هو يسجل الا هدف وحيد، وكان مطالب على الاقل ب4 أهداف علشان يروحوا لركلات الترجيح، وده ما حصلش. وده خلى الصحافة والاعلام الجزائري بالكامل يندبوا حظهم ويزعلوا جدا جدا، ويقولوا كله بسبب مباراة الذهاب، كله بسبب المباراة اللي كانت في المغرب وخسرنا فيها برباعية دون رد. وعلى حد تعبيرهم ان لو المباراة كانت على الأقل انتهت بهدفين كان ممكن نوصل وكان ممكن نتأهل، ولكن علشان 4 أهداف نتيجة كاسحة قاسية ما قدرناش ان احنا نعود. بكل صراحة عزيزي المشاهد، فريق نهضة بركان بقيادة المدير الفني التونسي معين الشعباني فريق بيقدم كرة حديثة وممتعة، وهو بطل المغرب في الوقت الحالي. هو راح الجزائر لعب جيم دفاعي على اعلى مستوى. انا الحقيقه يعني شفت المدافعين وكل اللاعبين بيلعبوا كوره ازاي هم قدروا يمنعوا فريق شباب قسنطينة بهذا الحماس، والجماهير اللي كانت تتخطى 50,000 من جمهور شباب قسنطينة الجزائري كله جاي ومتشجع ومتحمس وواثق
من التأهل على حساب نهضة بركان. ولكن معين الشعباني التونسي لعب مباراة حكيمة جدا جدا، بالأخص أنه هو لاحظ وكلنا لاحظنا تقريبا الحكم السوداني يعني كان منفعل جدا جدا ضد فريق نهضة بركان، وعلى أي خطأ بسيط بيحتسب فاولات لصالح فريق شباب قسطنطينة الجزائري. والأغرب لعيبة شباب قسطنطينة كانت كل شوية بتقع داخل منطقة الجزاء، سواء لمس أو ما لمس كل شوية تلاقي